فيلم يعتبر من اقوى الافلام اللي شفتها من فتره، وفيه افكار مهمه جدا ورمزيات قويه من الصعب انك تلاقيها في اي فيلم. وبالرغم من كل ده فالفيلم ما فيش ناس كتير تعرفه ومحدش بيتكلم عنه ومش واخد ريت عالي على الاي ام دي بي، ده حتى ما خدش تقريبا اي جائزه عالميه. وبالرغم من كل ده فهو فيلم قوي جدا. فمع مراجعه الفيلم المهدور حقه وهو فيلم ذا لاست كاسل، بتبدا الحكايه في احد السجون الحربيه واللي موجوده في قلعه من قلاع العصور الوسطى، سجن بيعتمد في طريقه ادارته على القسوه والبطش بالمساجين، سجن تحت قياده الكولونيل وينتر. وفي احد الايام والكولونيل وينتر بيتفرج على صراعات المساجين بيوصلوا خبر ان في سجين مهم جدا هيوصلوا السجن النهارده، والسجين ده هو جنرال اوروين، احد ابطال الحرب المشهورين في الجيش الامريكي، واللي بيواجه عقوبه السجن لمده 10 سنين بسبب رفضه لتنفيذ اوامر القائد الاعلى للجيش. بعد وصول جنرال اوروين بيحصل صدام ما بينه وبين وينتر قائد السجن، وده بيخليه يراقبه بشكل مستمر علشان يقدر ينتقم منه. لكن اوروين بيحاول انه يبعد عن المشاكل ويقضي فتره عقوبته ويخرج، لكن المشاكل مش بتبعد عن اوروين. وده بيحصل لما بيشوف السجين اجولار بيتم معاقبته بشكل مهين جدا وبيحاول انه يرفع العقوبه عنه، وده بيخليه يصطدم بوينتر، واللي بيحاول بعد كده انه ينتقم منه بمعاقبته بنقل الحجاره في محاوله منه لكسره. لكن اوروين مش بيديله الفرصه وبيقدر يكسب احترام المساجين. بعد كده جنرال اوروين بيشوف الظروف السيئه اللي عايش فيها المساجين وبيحاول انه يقرب ما بينهم ويحل مشاكلهم، وبيجمعهم ويخليهم يساعدوا بعض في انهم يبنوا السور اللي طلب منهم وينتر قبل كده انهم يبنوه. وبالفعل بينجح اوروين في انه يكسب احترام المساجين اكتر وبيساعدهم في بناء السور. وفي اثناء ما كان اوروين بينجح في انه يلم المساجين حواليه، فوينتر بيلاحظ تزايد شعبيته وسط المساجين، وده بيخليه يتجنن وبيقرر انه يهدم السور اللي قضى المساجين وقت كبير في بنائه. ولما بيحاول اجولار انه يمنع عمليه الهدم، فوينتر بيصدر امره باطلاق رصاص على اجولار وبيقتله. مقتل اجولار كان نقطه تحول كبيره وخلت المساجين همهم الاول هو الاطاحه بوينتر، وفعلا بيتجمع المساجين حوالين اوروين واللي بينظمهم وبيحط لهم خطه عبقريه للسيطره على السجن، وده لحد ما توصل السلطات وتشوف الاوضاع وبعد كده يتم الاطاحه بوينتر. وفعلا بينجح اوروين في السيطره على السجن والتواصل مع جنرال ويلر، لكن وينتر بيفاجئه بانه بيستعيد السيطره على السجن مره ثانيه. فيا ترى هيقدر جنرال اوروين السيطره على السجن مره ثانيه والاطاحه بالكولونيل وينتر، ولا وينتر هيبقى ليه راي ثاني وهيفضل في مكانه؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ من الحاجات الغريبه اللي شفتها وانا بعمل بعض الابحاث عن فيلم ذا لاست كاسل ان الفيلم ده بالرغم من قيمته وبالرغم من الافكار القويه اللي موجوده فيه وبالرغم انه مليء بالرمزيات المهمه جدا، وان التيمه بتاعت الفيلم تقريبا تيمه متفرده وما اتكررتش كتير في افلام هوليوود، لكن هتلاقي ان عدد قليل جدا هو اللي اتكلم عن الفيلم ده، وان المقالات النقديه سواء باللغتين العربيه والانجليزيه اللي بتناول الفيلم بتحليل والشرح عددهم قليل جدا. ده غير انهم تناولوا الفيلم بشكل ضعيف، وده خلاني اتشجع اكتر وابدا في تحليل الفيلم، يمكن اقدر اديله جزء من حقه المهدر على مر السنين. فلو حاولنا اننا نختصر قيمه الفيلم في جمله واحده، هتبقى الجمله دي هي قيمه الفرد. وده لانك في اي مجتمع هتحاول فيه انك تقلل من قيمه الفرد وتذل وتهينه، هينتج عن ده مجتمع شكله مختلف تماما عن اي مجتمع تاني بيتم بناؤه عن طريق اعلاء قيمه الفرد واحترام شخصيته وكيانه. والفيلم هنا بيدينا نموذجين مختلفين للمجتمعات، فعندنا نموذج للمجتمعات اللي بتتعمد اذلال الفرد واهانته والتقليل منه، وده هنشوفه من خلال المجتمع اللي انشاه كولونيل وينتر في السجن، وهيتم المقارنه ما بينه وبين المجتمع اللي بيعلي من قيمه الفرد وبيحترمه وبيحسسه بقيمته، وهو المجتمع اللي انشاه جنرال اوروين في السجن برضه. لكن بالرغم ان هو نفس المكان ونفس الافراد، لكن النتيجه كانت مختلفه تماما. في بدايه الفيلم تم وصف القلعه واللي بترمز للوطن بمجموعه من النقاط المهمه، واول النقاط دي هي المكان، وانه لازم يكون في مكان مرتفع تقدر القلعه انها تكشف من خلاله كل الاماكن اللي حواليها. تاني حاجه هي الاسوار العاليه القويه واللي بتبقى قادره على صد اي هجوم. تالت حاجه حراس اقوياء ومدربين مهمتهم حراسه القلعه. واخر حاجه هي العلم. دي مواصفات اي قلعه او اي وطن او اي مكان او اي دوله. لكن بعد ما تم وصف القلعه هنلاقي جمله عبقريه اتقالت، وهي الجمله دي: The only difference between this castle and all the rest is that they were built to keep people out. This castle was built to keep people in. عبقريه الجمله دي انها فرقت ما بين المجتمعات اللي مهمتها حمايه الفرد والمجتمعات اللي بتهتم باذلال الفرد وتقييد حريته. فلو فرضنا ان احنا عندنا مجتمعين اتنين موجودين في اماكن مهمه، والاتنين عندهم اسوار ضخمه وقويه، والاتنين عندهم حراس اقوياء موجودين على الاسوار ديت، لكننا هنلاقي ان في المجتمعات اللي بتهتم بالفرد وبتعلم من قيمته ان كل العناصر دي مهمتها في الاساس هي حمايه الفرد اللي موجود جوه اسوار القلعه من اي خطر خارجي، وان دايما سلاح الحراس موجه للخارج لحمايه افراد القلعه من اي اعتداء، على عكس المجتمعات اللي مهمتها اذلال الفرد وتقييد حريته. فالمكان موجود لعزل الفرد عن المجتمع، والاسوار لمنعه من الهروب، واسلحه الحراس دائما موجهه للداخل لصدور اهل القلعه مش لاعدائها. بعد كده لما بندخل مجتمع السجن هنشوف قد ايه هو مجتمع عشوائي وهمجي وعنيف، وبيتم فيه تصارع بين افراده على اتفه الحاجات، مجتمع مليء بالكراهيه والحقد والانانيه والتعصب. طب هل المجتمع ده
وصل الشكل ده لوحده؟ هل المجتمع ده نتاج ان افراده هم في الاساس ناس مجرمين؟ المخرج بيجاوب على السؤال ده بحركه الكاميرا لما نقل من مشهد صراع المساجين ومره واحده نقل على وش كولونيل وينتر وهو بيراقب صراعهم وعلى وشه ابتسامه سعيده كانه مبسوط باللي بيحصل وكانه حقق هدفه وانتصر. وعلشان نحلل الابتسامه دي لازم نتكلم الاول على شخصيه كولونيل وينتر. وينتر هو كولونيل في الجيش الامريكي اخذ كل الرتب بتاعته والنجوم والنياشين من غير ما يخوض حرب واحده، وده عمل عقده كبيره ليه ظهرت بشكل قوي في تغير موقفه من جنرال ايروين لما داس على الجرح ده. العقده اللي عند وينتر ناتجه بسبب انه ما خدش حرب حقيقيه وما وجهش سلاحه ناحيه عدو حقيقي، وده خلاه يخترع معركه وهميه العدو فيها هم اهل القلعه اللي موجودين تحت حكمه، وخلته يشعر ان انتصاره هيتم من خلال سيطرته عليهم واذلالهم، وان قمه الانتصار عنده انه يحافظ على نظام المكان، وانه خلال فتره قيادته ما حصلش اي محاوله من محاولات الهرب. كولونيل وينتر كان بيعتمد دايما في ادارته للسجن على حاجه مهمه جدا، وهي بث روح الفرقه والخلافه بين المساجين، وده بان جدا في المشهد اللي فيه ادى المساجين كلهم كره سله واحده علشان يصارعوا عليها فيبقى في خلافه بينهم، والمسجون من اصول افريقيه يجهر المسجون اخوه اللي من اصول لاتينيه، ولما الاثنين يبقى في ما بينهم خلاف وعداء مش ممكن ابدا يتفقوا مع بعض ويبقوا ايد واحده علشان يقفوا ضده، ولما يبقوا جماعات صغيره متصارعه هيبقى من السهل السيطره عليهم. واللي ياكد الفكره دي ان كولونيل وينتر كان قادر انه يوقف الصراع ده زي ما بدأوا. Hold. End it. Sound the horn. لكنه فضل مستني لحد ما الخلاف يزيد اكتر والعداوه بين افراد السجن تكبر اكتر واكتر. الحاجه الثانيه اللي كان بيعتمد عليها كولونيل وينتر في ادارته للسجن هو سياسه العقاب. طول عمرنا بنسمع عن سياسه الثواب والعقاب، لكن كولونيل وينتر كان بيعتمد على سياسه العقاب فقط، والاكثر من كده انه دايما العقاب كان بيبقى اقصى بكتير من الخطا نفسه اللي كان بيعمله المسجون، واللي كان بيوصل في بعض الحالات القتل على اخطاء بسيطه جدا ده لو اعتبرناها اخطاء في الاساس. في بقى رمزيه مهمه جدا في الفيلم وهتفهمنا طريقه تفكير كولونيل وينتر، وهي السور اللي كان بيخلي المساجين تبنيه من اثار القلعه القديمه اللي كانت موجوده. السور ده كان عباره عن حائط منخفض موجود في وسط السجن. الحائط ده ما كانش ليه اي لازمه او فايده، لكن كولونيل وينتر كان عنده اصرار انه يتم بناؤه من قبل المساجين، لانه كان بيعتمد دايما في طريقه ادارته للسجن على الهاء المساجين بصراعات وهميه ما بينهم وبين بعض، ومشاريع ملهاش اي معنى او فايده تذكر زي موضوع السور. فالهدف الاول هو الهاء المساجين عن مشاكلهم الحقيقيه، وانهم ما يفكروش في اي مطالب متعلقه بتحسين حياتهم. الغريب بقى ان الفكره دي كانت واصله للمساجين، وكانوا بيشتركوا في المشاريع الوهميه اللي كان بيعملها كولونيل وينتر لمجرد انهم يبعدوا اذى عنهم. لحد كده كولونيل وينتر كان ناجح جدا في تحقيق هدفه، وهو انه يسيطر على السجن ويمسكه بايد من حديد، حتى لو كان المساجين عايشين في ظروف غير ادميه، حتى لو كان بيموت منهم ناس لاسباب تافهه، فهو هدفه الوحيد انه يسيطر على السجن دون الاخذ في الاعتبار اي شيء تاني. فاحنا دلوقتي شفنا مجتمع تم تدميره تماما لصالح فرد واحد وهو الكولونيل وينتر، لكن المجتمع المتهالك ده والمليء بالذل والظلم والعشوائيه هيتم اصلاحه بخطوات بسيطه جدا وسهله هيقوم بيها جنرال ايروين. جنرال ايروين اول ما وصل السجن عمل خطوات مهمه جدا وبسيطه. ففي اول الامر استغل انه في الاساس بطل حقيقي، خاض حروب كتير وانتصر فيها خارج السجن، وخاض برضه حروب داخل السجن وانتصر فيها. واول المواقع اللي انتصر فيها داخل السجن لما ساعد اجويلار في ايقاف العقوبه المبالغ فيها اللي كان كولونيل وينتر بيعاقبه بيها. Put your hand down. Put it down. وبعد كده انتصاره على وينتر نفسه لما حاول اذلاله عن طريق عقوبه نقل الحجاره، لكن في النهايه ايروين انتصر عليه وما حققش هدفه انه يشوفه هو بيفشل وبيقع، لكن بالعكس ايروين انتصر وقدر يكسب احترام كل المساجين. المهم انه بعد كده استغل شخصيته كبطل حربي سابق انتصر في حروب كتير بره السجن وجواه، وده في انه ياثر على الاشخاص اللي حواليه وانهم ينظروا ليه على انه قائد حقيقي. وبعد كده ايروين استغل النقطه دي في انه ياخد اول خطواته في اصلاح مجتمع السجن، واول الخطوات دي انه حاول يقرب من المساجين، وده من خلال حاجه كان هدفها الاساسي هي الهاء المساجين عن مشاكلهم وتفريقهم، وهي السور. اول حاجه قال لهم ان السور ده بتاعهم مش بتاع وينتر، فخلق عنهم حاله من الانتماء للحاجه اللي بيعملوها. وبعد كده وصل لهم فكره ان السور ده لما تم بناؤه اول مره اللي بناه ما كانش بيفكر انه سجن ليه، لكنه كان بيفكر انه جدار لحمايته. Why do you suppose Private Beck? What do you think he was doing building his own prison? Who the fuck do I know? Well, I don't know either, but I can make a guess. My guess is he wasn't building a prison. My guess is he was building something else. He may have told him to build a prison, but in his own mind, he was raising walls to protect himself. فحول تفكيرهم من انه سور هدفه تقييد حريتهم لسور هدفه حمايتهم في الاساس، وعظم من ثقتهم بنفسهم لما خلاهم يحسوا انهم قادرين على بناء القلعه الخاصه بيهم واللي الهدف الاساسي منها هي حمايتهم.
فتحول السور من حاجه المساجين بيقضوا فيها كام ساعه علشان يهربوا من باتش وينتر واوامره، وبعد كده كل واحد فيهم يجري على زنزانته لمكان بيتجمع فيه المساجين كلهم وبيقضوا فيه ساعات طويله تحت الشمس والمطر، وده علشان يعملوا حاجه هم مؤمنين بيها وبيحبوها. ومن الحاجات العبقريه والبسيطه اللي عملها ايروين انه ما عملش نفسه القائد اللي بيفهم في كل حاجه. فلما سالوه ازاي هيبني السور ما قالش انه فاهم في البنى، لكنه وكل الامر لاهله وخلى اجويلار يساعدهم ويشرف على بناء السور، وده لان والده كان عامل بناء واتعلم منه كتير وهو صغير. وبكده وبخطوات بسيطه جدا اتحول السور من مشروع هدفه في الاساس التفرقه ما بين نزلاء السجن والهائهم على مشاكلهم لمشروع بيجمع ما بين الطوائف اللي موجوده في السجن وبيقرب ما بينهم، وازال كل الخلافات الوهميه اللي صنعها كونان وينتر واللي كان هدفها في الاساس بث روح الفرقه ما بينهم. وبعد كده هنشوف بوضوح نتيجه اللي عمله اوروين واللي كان ليه تاثير قوي جدا على مجتمع السجن. وبعد ما كان مجتمع مليء بالعنف والفوضى والصراعات والعصبيه هنلاقي انه تحول لمجتمع هادئ تماما ما فيش فيه اي صراعات تافهه او مفتعله. وبعد ما كان السجناء متقسمين لمجموعات متصارعه على اسس عرقيه اصبحوا كلهم ايد واحده في بناء السور ده. حتى السور نفسه بعد ما كان ليه شكل عشوائي اصبح ليه شكل منظم وجميل. كولونيل وينتر فهم رمزيه السور وفهم خطر السور عليه، وان المساجين لما يتخلصوا من خلافاتهم ويامنوا بنفسهم وقدراتهم اول حاجه هيعملوها انهم هيثوروا عليه وهيحاولوا يعدلوا من حياتهم ويخلوها احسن. وزيه زي اي ديكتاتور وينتر امر بهدم السور وبعد كده امر بقتل اجويلار لما حاول ان يمنع الجرافه من هدم السور، وكل ده علشان يهدم الرمزيه اللي بيمثلها السور وهي اتحاد المساجين ونبذهم من خلافاتهم وشعورهم باهميتهم. لكن الوقت فات بالنسبه لوينتر والمساجين حسوا بقيمتهم وابتدوا ياخدوا خطوات فعليه علشان يتخلصوا منه، وده حصل من خلال خطه عبقريه حطها جنرال ايروين واللي ممكن تستمتعوا بيها وانتم بتتفرجوا على الفيلم. وبالرغم من عظم الفكره اللي بيطرحها الفيلم في الاساس، لكن بعتبر ان اهم الافكار اللي بيتكلم عنها ان الثوره على الظلم هي حق اصيل المظلوم. وده تم من خلال تصوير خطه تحرير السجن من الكولونيل على انها خطه بطوليه واللي الان بيها مجموعه من الابطال مش مجموعه من المخربين، وان هدفهم هو حصولهم على الحريه وحياه افضل مش هدفهم تدمير السجن. الهم من ده كله ان في حاله الفوضى اللي كان فيها السجن وفقدان القوات السيطره عليه مفيش مسجون واحد حاول انه يهرب، بالرغم انهم كانوا يتمنوا نص فرصه انهم يهربوا ويسيبوا السجن قبل كده. وده بيحصل لما الانسان بيحس بقيمته وبكرامته، لما بيحس ان المكان اللي عايش فيه هدفه الاساسي هو حمايته مش سجنه وسلبه حريته. عمرك ما هتلاقي ان اي مجتمع بيحترم الانسان افراده بيحاولوا انهم يهربوا منه. عمرك ما هتلاقي ان افراد المجتمع ده بيفضلوا الموت على انهم يعيشوا في مكان بيمتهن كرامتهم. وده ياخدنا نقطه مهمه جدا، وهي ان المجتمعات دايما محتاجه القائد بيحترم افرادها وبيعلي من شانهم وبيحفظ كرامتهم ومؤمن بقدراتهم، ومش محتاجه لشخص يحكمها بالحديد والنار وبقبضه بالحديد. مش محتاجه لشخص بيمتهن كرامه شعبه وبيقلل منهم. باختصار الناس محتاجه جنرال ايروين مش محتاجه كولونيل وينتر. وبس كده، سلام.